صباح الكمال يا متولي. بالهنا والشفا يا ريس. يا سلام، احلى اكل في الدنيا اكل الشعب المصري. ميزه شعبنا انه بيقدر يعمل من الحاجات البسيطه دي اشياء رائعه. قول لي يا متولي، طبق الكشري بكام النهارده؟ لسعادتك ولا لاي حد؟ لساعتي ازاي يعني؟ ثمنه كام الطبق؟ 3 جنيه يا ريس، بس لو سيادتك حبيت تحط شويه دقه زياده، شويه تقليه، شويه حمص، يعمل له 5. قلت كام؟ 5 جنيه سعادتك، بس مش انا اللي مسعره وعهد الله. يعني أسرة بسيطة مكونة من 5 أشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. ده بيقولوا الطبق بنص جنيه. نص جنيه ايه سعادتك؟ الكلام ده كان من زمان، الحاجة ولعت. اتفضل انت. كريم بيه، يا اهلا وسهلا. امرني يا فندم. سياده الرئيس عايزني حالا حالا يا فندم حالا. كريم بيه، ما تعرفش سياده الرئيس عايزني ليه؟ ما تعرفش، انا جاي حالا. صباح الخير يا ريس. صباح الخير. اقعد. كبشة مكرونة قد كده، معاهم شوية رز ومعلقتين عدسة جبة، عليهم شوية تقلية. دول يعملوا كام؟ يا ريس انا مش فاهم سعادتك تقصد ايه بالظبط. طبق الكشري بكام يا معالي الوزير؟ بنص جنيه يا ريس. انت بالك قد ايه ما اكلتش كشري؟ ولا انت غرقان في السيمون فيميه والجمبري؟ يا ريس دي اشاعات مغرضه، الهدف منها تشويه صوره الوزاره قدام سعادتك. طبق الكشري مسعر في كل المحلات بنص جنيه، احنا مراقبين الاسعار كويس قوي. انا عن نفسي لسه اول امبارح واكل عند ابو طارق الطبق بنص جنيه. عند ابو طارق زي ما بقول لسعادتك يا ريس. ادينا ابو طارق. ابو طارق بتاع الكشري يا ابني، مش ابو مازن. لا يا كريم بيه، الخبر ده المقصود منه البلبله واثاره الراي العام. لازم نعرف مصدر المعلومه مين. يا حازم بيه، مش مهم مصدر المعلومه، المهم هي صح ولا لا. والريس اتغدى ايه امبارح؟ كشري يا فندم. انت قلت لسعاده الريس ان طبق كشري ب5 جنيه؟ سالني يا حازم بيه وكان لازم ارد على سعادته. وانت تقول له بصفتك ايه؟ عملت لنا ازمه في البلد يا فندم، ما الناس كلها عارفه. اخر انذار ليك يا متولي، بعد كده حسابك معايا هيكون عسير. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك. ايه مالك؟ لا مفيش حاجه سعادتك. العيش ده خابزينه هنا؟ والنعمه الشريفه يا ريس. دي نمره 1، قمح امريكاني، خميره طلياني. انا عايز اكل عيش من اللي كل الناس بتاكله. بعد الشر عليك يا ريس. بكره جيب لي عيش من فرن بلدي، عيش من المدعم. ايه ده؟ ده